السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد من قناة محمد تور المصرية، وفيديو جديد كالعادة. أتمنى لو أول مرة شفنا على اليوتيوب تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك أشعار بكل فيديو جديد. نصيحة أخوية ونصيحة كده للجماعة اللي هم متابعينا على اليوتيوب. لو أنت هتبدأ تربي الروز بالذات لازم تخلي بالك منه. يعني أنا عندي الروز زي ما حضراتكم شايفين فتح باب القفص. يعني دلوقتي ادي باب قفص زي ده، انا طلعت كده يعني طالع بالصدفه كده لقيت باب قفص زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. ادي السوسته مخلوعه اهيت زي ما حضراتكم شايفين، قص روز خرج بره. ده برضه اهوت قص روز اهو، بس ده ما خرجش. حلو. في قص تاني قبلان اورانج ساب برضه ساب مكانه وطلع. بيفتح البياضه ازاي ما تفهمش، بيفتح السوسته ازاي ما تفهمش. يعني دي السوسته اهيت مقطوعه والشنكل بتاعها مقطوع. ادي الباب واسع اهو. بتضايق انت تعمل دي كده عشان حاس بحيث ان انت الباب يطلع وينزل بكل سهوله. هو يفتح الباب ويطلع، بيحصل حاجات احنا اصلا ما تتوقعهاش. يعني طلع والله بظروفها كده. ببص ادي في فرد اهوت على قفص هناك اهو، وبيخش بقى على القفاص بتاع الاسترالي يعمل زي نظام مجزره. كلمه مجزره دي شويه. انا جيت لقيت الرز اللي حضراتكم شايفين ده فرد لاتيني اهوت. تمام، ده فرد لاتيني سايب اهو. وده قص اوبلاين اورانج اللي هنا اللي واقف هناك ده. تمام، زي ما حضراتكم شايفين ده قصين اهمت. ادي قص بره فتح وخرج، وادي الذكر زي ما حضراتكم شايفين. طبعا عمل ايه؟ انا عندي اسوس استرالي. ادي قص اهو، ادي قص خرج بره. تمام، عندي دخل على قص زي ده فتح البياضه ازاي ما اعرفش. ادي البياضه اهي مفتوحه بتاعه الجوز ده، مفتوحه اهي. تمام، وطبعا متعاركين مع بعض وموقعين البيض في الارض. ادي البيض اهو، البيض متكسر زي ما حضراتكم شايفين اهو. برضو قص اهو. طبعا لو هتربي روز لازم تخلي بالك ودايما تصحى للبيبان اللي هي متفتحه، لان الروز بالذات غير اي طيور هو والكوكتيل. الروز صعب جدا لان المنقار بتاعه يقدر ان هو يعني انا عندي روز مموت استرالي. يعني خلاص مسك دخل البياضه جوه على الاسترالي تناه لما موته بالفعل. يعني مش موته كده عوره، لا. لقيت القص الروز ده فرد خرج واحد بس. تمام، دخل على قص استرالي جوه في القفص. طبعا الاسترالي بيهاجم وعاوز الايه القص الروز يخرج بره المكان بتاعه. قام جاي القص الروز ده او الذكر الروز اللي دخل القص الاسترالي ماسك الفرد لما موته خالص وقطع له صوابع من صوابع رجليه. تمام، وبهدله خالص وموته لحد لما خلاه مات بالفعل. يعني ادي بيضه اهوت من البياضه، بيض متكسر من البياضه اهوت على اللي بتاع الاسترالي بتاعنا. يعني خلاص كان فاضل ايام والروز او البيض بتاعنا هيطلع، بس قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله، ربنا يعوض علينا طبعا في حاجات تانية ان شاء الله. ادي البيض اهوت حضراتكم شايفين. البيض كان متخصب زي ما حضراتكم شايفين اهو. البيض كان متخصب، ولكن الحمد لله. بس حابين نوضح للناس رسالة ان الروز بالذات لو او الفشر لو خرج ودخل، لو انت مربي استرالي ودخل عندك في قفص استرالي هيكون ده النتيجة. فانت دايما تخلي بالك. والحمد لله على اللي حصل ده. طبعا ده قص روز لاتيني برضه اهوت من شغلنا احنا. تمام، ادي القص بقى ايه. الحاجات دي طبعا اللي هي خرجت وسابه في المكان او سابه في المحميه بتاعتنا او سابه او سابه في الاوضه، مش هينفع ان احنا نمسكها خالص دلوقتي. مش هينفع ان احنا نمسكها خالص الا بالليل لما يكون الجو ضلمه عشان خاطر نعرف ان احنا نمسكها. لان دلوقتي مش هنعرف ان احنا نمسكها نهائي خالص. يعني بصوا واقفين هناك اهمت، كل اللي بره ده واقفين هناك اهمت. تمام، طبعا بالنسبه له الزبره، يعني الزبرة دي بالنسبة له اكنه بياكل خيار. يعني الاسترالي ممكن يكون الاسترالي كبير شوية، اما بالنسبة للزبرة طبعا انا مربيها تربية جماعية.
لان ده افضل تربيه ليها. اما يعني هو بقى لو دخل عش بتاع الزبرة او دخل او مسك فرد زبرة ببقه، خلاص كده هو كده يعني مات، الله يرحمه. بس يعني ايه، ده كده هنبدأ نتحفظ عليهم لحد لما الجو يليل او الجو يكون ضلمه عشان نقدر ان احنا ايه نمسكه. ويا رب تكون استفدتوا حاجه. لو اول مره تشوفوا حاجه زي كده على يوتيوب، شير في الخير وابعت لاصحابك عشان الناس تفهم وتعرف ان الروز تربيته خطيره جدا ومش بسهوله. او الفشر، الطيور اللي هي يعتبر طيور جارحه، مش طيور اليفه او طيور، لان طبعا العض بتاعه بيكون شرس جدا. لو عضك عضه بتجيب دم على طول.